وعليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبايب قلبي، النهارده اشارك معاكم وصفه الفطير المشلتت. اول حاجه هقول لكم على المقادير. انا عندي كيلو من الدقيق، كيلو الدقيق بيعمل لي فطيرتين وسط حلوين جدا. لو عملتي اكتر من فطيره، لا اما تصغريهم لا اما هيطلعوا معاكم خفاف جدا. فعشان يبقى فطير مشلتت كده تخين كده ومورق، فالكيلو يعمل معاكي فطيرتين وسط حلوين. تمام. دخلت بقى كيلو الدقيق، حطيت نص معلقه من الملح، حطيت معلقه من السكر وعجنت بميه بس، ما بتضيفلوش ولا بقى بيكنج باودر ولا خميره ولا اي حاجه من ده كله. بعد ما بتعجنيه بتركنيه نص ساعة. هل بيخمر؟ لا، هو مش بيخمر، احنا بنسيبه يرتاح. كل ما ريحتي العجينة اكتر، كل ما اديتك نتيجة افضل في الشغل، وتطلع معاكي توريقة اكتر واكتر، ويطلع معاكي الفطير بجد حاجة تحفة اللهم بارك. تمام، يعني عجنتيه اسيبه نص ساعة. بعد نص ساعة اروح جايباه، همسح كده لا اما دقيق على الرخامه بتاعتي، لا اما زيت. دي او دي انا حطيت مسحه من الزيت، وبدات بقى قسمت العجينه بتاعتي لنصين. خدت اول نص كورته كده، وبدات بقى ان انا افرده على شكل مستطيل. على شكل ايه؟ مستطيل. يعني اخد العجينه بتاعتي احطها افردها على قد ما اقدر على شكل مستطيل. بقى خد نص الرخامه طول الرخامه براحتي. وبعد كده بروح بقى دهنه بقى القلب بتاعه، لا اما بزبده بلدي، ما عندكيش بسمنه، شغاله بسمنه مش هتقولك لا برضو. ادهني كويس جدا، حطي، بصي ايدي غرقانه زي ما تخافيش، الفطير بيحب السمنه كتير. تمام. بدات بقى ان انا اغرقها كده من قلبها بقى، خلاص انا فرقتها زي السينابون كده مستطيل. احط بقى فيها سمنه. بعد كده رحت بقى ايه، لفيتها رول وقسمتها نصين. يعني العجينه بتاعتي فردتها وقسمتها نصين في الاخر. هجيب الصواني بتاعتي اللي انا هحط فيها الفطير، هجيب الصينيتين، هحط فيهم مقدار كده نص كوبايه من الزيت. كل صينيه نص كوبايه من الزيت. هاخد نص الفطيره اللي انا لفيتها رول، ما انا الفطيره بتاعتي فردتها مستطيل ودهنتها بالزبده او بالسمنه ولفتها رول وقسمتها. هاخد نصها واحاول ان انا من العجينه من بره ان انا ادهنها كده بالزيت عشان اسيبها نص ساعه ترتاح، برضو تديني نفس النتيجه، ان هي تكون حلوه جدا معايا وتكون ايه، طريه وممرعه. بعد كده هاخدها احاول ان انا المها وارجعها تاني كوره زي ما شفتوا معايا كده، وافردها حاجه بسيطه كده في الصينيه واسيبها. اسيبها نص ساعه كمان وارجع لها تاني. ابدا بقى ان انا افردها في الصينيه وادخلها على درجه حراره عاليه جدا. الفطير بيحب درجه حراره عاليه. هدخلها على درجه حراره اعلى درجه حراره عندك في الفرن. شغليها فرن بس مش شغال شوايه. هتاخد معاكي ربع ساعه، هتطلع معاكي زي الفل وممرقه وجميله. شايفين الجمال بجد تحفه مورقه، وطعمها كان خطير جدا جدا. يا رب الوصفه تنال اعجابكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم، باي باي.